السلام عليكم أحبابي في الله. مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناة وصفات فردوس. الوصفة ديال هذا النهار بريوات معمرين بالصبانخ والجبن وطايبين في الفرن. خليكم معنا تاخذوا المقادير والطريقة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. المقادير هي كالتالي. أنا ما غاديش نحدد العبارات، كل واحد غادي يدير الكميه اللي عنده، يد الصبانيخ يد الجبن، المهم المبدا هو هذا. عندنا هنا الصبانيخ او لي زيبينار، عندنا هنا الجبن هذاك اللي كنا صوبناه مجموعين، راه عندي في القناه اللي بغى يمشي له. عندي هنا البيض المضرب انا طربته، هنا الملح، ابزار، ورقه ديال البسطيله، وفي المقلاة ديالي درت شويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه. انا غادي نقطع الصبانيخ ونديرهم في هذه المقلاة. هانتوما كتشوفوا الصبانيخ ديالي هما قطعتهم، انا غنديرهم في هذه المقلاة اللي فيها ثومه وحده محكوكه ومعلقه كبيره ديال الزبده، وغنديرهم على النار. ولكن قبل من داكشي غادي نديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وغنديروا كلشي على النار ونخليوهم نبقاو نحركوا، نخليو كلشي حتى يدبل. كيف ما كتلاحظوا السبانخ ديالنا شتي بداو يطلقوا الماء. حنا هذا الماء هو اللي عندنا الغرض به ينشف باش ما يقطع لناش الورقه. غادي نستمروا حتى كيقرب الماء ينشف، ثم غنخويو عليه البيض ديالنا. دابا غنخويو البيض وغنبداو نحركو. صافي ملي كيصبح البيض ديالنا على هذا الشكل صافي ها هو طاب، غنخليوه يبرد. صافي دابا غادي نديروه واحد الاناء وغنخليوه يبرد جيدا، عاد نبداو نعمروا به الورقه ديالنا. تركنا البيض ديالنا يبرد تماما، ثم ضفنا له داك الجبن وغادي نحركوه جيدا باش ينسجم مع البيض والصبانخ. قطعنا اوراق البصيله الى اشرطه طويله كيف ما كتلاحظوا، دهناهم بشويه ديال الزيت او الزبده. دابا غنديروا فيهم ديك الحشوه وغنلفوهم على شكل مثلث. بالنسبه اللي غيقلي البريوات ديالو فمن الافضل يلصقلو هاد الجنبات ديالو بالقليل من البيض، واللي غيديرهم في الفرن لا داعي. ندهنوا اللاطه ديالنا بشويه ديال الزيت اللي غادي يدخل الفران، ونستفوا فيها الحبات ديالنا ديال البريوات. نستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو. بعد ما كنساليو كندهنوا الوجه ديال البريوات ديالنا بشويه ديال الزبده او الزيت وندخلوهم الفرن باش يطيبوا. البريوات ديالنا من بعد ما خرجوا من الفران هما مازالين سخونين، رشينا عليهم شويه ديال الفرماج محكوك وزيناهم هكا كيف ما كتلاحظوا بشويه ديال الكيتشوب. خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.